تعالوا بقى اقول لكم النهارده هنعمل احلى صينيه كوسه بالفراخ في الفرن من غير ولا سمنه ولا زيت ولا اي مواد دهنيه. تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما ننساش نحط القلب الحلو القمر اللي زي قلوبكم الحلوه. وما تنسوش تدخلوا لي بدعوة حلوة كده في الكومنتات لو عجبكم الفيديو بتاعي. انا هنا جايبة الكوسة جايبها كبيرة شوية عشان انا طبعا هعملها صينية، فمش جايباها يعني للحشو وكده، فبتاعة الحشو طبعا بتبقى صغيرة ما بتبقاش كبيرة كده، فانا عشان هعملها صينية فجبتها يعني ايه الحجم اللي هو المتوسط ده، ما بتفرقش عادي يعني. جبت كمان معايا مثلا ربع كيلو جزر كده ولا حاجة. انا بحب بصراحة الجزر جدا، بحب. هبتدي ان انا اقطعهم كده مع بعض الكوسه والجزر. وهنا بقى معايا فرخه كنت مقطعاها 6 قطع. وقطعت معاها بصلتين كده وتبلتهم بملح وفلفل وجوز الطيب. وابتديت ان انا اديها كده تشويحه على النار مثلا مده ربع ساعه او يعني انا عايزه الفرخه تاخد نص سوا. بعد كده بكون مجهزه طبعا طماطم بكون ضربها في الخلاط ومصفياها، بنزلها برضو تاخد غلوتين كده مع الفراخ ومع التتبيله الحلوه دي، علشان الطماطم ما تبقاش ايه ني في ني قوي كده وتبقى مش ظريفه. انا بحبها تاخد غلوتين كده مع الفراخ. بعد كده بنزل بالخضار بتاعي. يعتبر الاكل على فكره يا جماعه يعتبر ني في ني، للناس اللي مش بتحب الاكل المسبك او للناس اللي بتعمل دايت او اللي بيحبوا الاكل السوتيه. الاكله دي تعتبر لاصحاب الدايت وللناس اللي بتحب الاكل السوتيه جدا. يعني مش هتخن لان ما فيهاش اي دهون ولا سمنه ولا زيت ولا اي دهون، فما تلاقيش منها، كلي منها براحتك جدا جدا. انا هكتفي بالدهون اللي نازله من الفراخ فمش هحط اي دهون. هزود بس كده كوبايتين ميه ولا حاجه، وازود الملح بتاعنا بقى اللي بنظبط بيه الاكله. بعد كده هرص الفراخ على وش الصينيه تاني واخليها تاخد غلوتين كده على النار من فوق. وبعد كده بنزلها الفرن تستوي معايا السوا النهائي بتاعها بقى، تبقى احلى صينيه كوسه. على فكره انا بحب الاكل بتاعي ايا كان بقى، الكوسه البطاطس، ممكن اعمل تورلي في الفرن، بسله. انا احب الاكلات دي قوي، احبها في الفرن كده ني في ني بنفس الطريقه دي، بعملها بنفس الطريقه. لكن بقى لو كانت مثلا ممكن فاصوليا بيضه بقى، لوبيا، الحاجات دي ممكن دي اللي بعمل لها ممكن تسبيكه على النار عادي. لكن اي بقى اكلات بتخش الفرن انا بعملها كده بالمنظر ده بالطريقه دي ني في ني كده، صحيه ومفيده ومفيهاش اي دهون، تقدري تاكلي منها براحتك جدا وبالف هنا وشفا. وما ننساش نحط القلب بتاعنا. ونشوفكم على خير في فيديو جديد.